السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا 4 لاعبين عليهم الوجود في لائحة المنتخب المغربي في التجمع المقبل. أول لاعب المرشح للانضمام للائحة الوالد الركراكي هو سفيان الرحيمي. اللاعب العين الاماراتي، اللاعب اللي كيقدم مستويات كبيره من بدايه الموسم مع ناديه الحالي، واللي كيتعتبر افضل جناح في الدوري ابطال اسيا بتسجيله 7 اهداف من 8 مباريات. وحسب عده مصادر مقربه من الجامعه الملكيه تؤكد ان وليد الركراكي لديه رغبه لاستدعاء هذا اللاعب. ثاني لاعب المرشح للانضمام للائحه وليد الركراكي هو ابراهيم ضياء. لما يكون عندك لاعب مهاري وفنيا وبرشا دياز، ويوم قلت عنه انياس ميسي، اللاعب اللي كيقدم مستويات كبيره بعد انتقاله لريال مدريد، وهذا اللاعب اللي كيتعتبر حاليا من افضل لاعبين ريال مدريد واللي مهم في منظومه الفريق. وهذا اللاعب الان هو في اللائحه الاوليه للمنتخب الاسباني والمنتخب المغربي، واللاعب هو الذي سيختار المنتخب الذي سيمثله. ثالث لاعب المرشح للانضمام لائحه وليد الركراكي هو عبد الرزاق حمد الله. كل مرة كيف لا يظهر وهو الكبير غير حمد الله. نعم عبد الرزاق من انصاف الفرص يترك مثل هذا امام المرمى. لاعب اتحاد جدة اللي كيقدم مستويات رائعة مع ناديه الحالي، واللي كيتعتبر افضل لاعب حاليا في ناديه ومهم في المنظومة، واللي قدر ياخذ الرسمية من كريم بنزيما. وبعدة مصادر مقربة من الجامعة تؤكد ان عبد الرزاق حمد الله سيكون في التجمع القادم للمنتخب لتعزيز مركز رأس حربة.